في ناس كتير بتخاف من الضلمة، بس الحقيقة الضلمة مش مرعبة لوحدها. اللي بجد يخوف هو المستخبي جواها. في قصة غريبة حصلت لواحد اسمه كريم، شاب عادي جدا ساكن في شقة صغيرة في حي هادي. كريم كان بيرجع متأخر من شغله، يطفي النور ويقعد لوحده في الأوضة. في البداية كان كل شيء طبيعي، لحد ما بدأ يسمع صوت خطوات خفيفة حوالين الشقة. طبعا قال يمكن الجيران، لكن مع مرور الأيام الصوت بقى أقرب وأقرب وأقرب، لدرجة إنه بقى يحس إن الخطوات دي جوه الأوضة نفسها. في يوم من الأيام وهو قاعد على سريره، لمح من جنب عينه حاجة بتتحرك. بص بسرعة ناحية الشباك، واللحظة شاف وش باهت شفاف بيبص عليه من بره. كريم جري يفتح النور، لكن مفيش حاجة. الوش اختفى وكأنه ما كانش موجود أصلا. اللي يخوف أكتر إنه من بعدها بقى يحس إنه مش لوحده. كل مرة يدخل الأوضة بيحس ببرودة شديدة، كأن في حد واقف ورا ظهره بيتنفس. وفي مرة وهو بيبص في المراية شاف انعكاس شخص واقف جنبه، مع إنه عارف إنه واقف لوحده. العلماء بيقولوا إن دي ممكن تكون هلاوس بسبب قلة النوم والتوتر، لكن الغريب إن صاحب كريم لما زاره في الشقة حلف إنه شاف نفس الوش في الشباك. ومن يومها الشقة اتشهرت إنها مسكونة، ومحدش قادر يقعد فيها يومين على بعض. فيا ترى كريم كان بيتخيل، ولا فعلا في كائنات تانية بتشاركنا الأماكن اللي فاكرين إنها لينا لوحدنا؟ في النهاية يمكن يكون مجرد خيال، ويمكن يكون حقيقة أكبر من قدرتنا على الفهم. لكن اللي متأكدة منه إن المرة الجاية اللي تسمع فيها صوت خطوات وإنت لوحدك، فكر مرتين قبل ما تقول لنفسك مفيش حد.